عن جيانوف الى جانب رقم 19 حسين نورشوف. هذا هو التشكيل الاساسي للمنتخب الاوزبكي بقياده مدربه تيمور كاباتي. دكة البدلاء مجموعه من الاسماء: شكرو رقم 1، خميدون رقم لفائده عادل تحييف. وذكر بأن تصفيات كأس أفريقيا لقرب 23 سنة تتواصل. منتخب المصري اليوم يحقق التأهل رسميا بعدما تمكن من أو يوم أمس، عفوا بالفعل يوم أمس، بعدما تمكن من تحقيق التعادل بقلب زامبيا ب0-0 مستفيدا من نتيجة الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل. أذكر من المنتخبات هنا فرصة خطيرة. كول اسماعيل السيباري في حدود الدقيقة 58. لاعب بي اس في ايندهوفن يمنح التقدم للنخبة الوطنية بعد كرة بينية واللمسة من اسماعيل السيباري امام دار المدرب عصام الشرعي الذي كان يبحث في هذا الجولة الثانية الوصول لشباك الحارس فلاديمير نازاروف. هنا عملية التمرير على المقاصد ثم استثمارها بشكل موفق من جانب اللاعب اسماعيل السيباري. الحارس فلاديمير نازاروف أراد أن يوقف تقدم الموهبة اسماعيل السيباري، والخطأ المكلف من جانب العميد من جديد لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صراع في وسط الميدان، معركة شرسة في خط الوسط وفدرة التأخر ليس باليد حين بالنسبة لمدرب المنتخب الأوزبكي الذي يقوم ب4 تغييرات دفعة واحدة. نقلات جيدة من جانب النخبة الوطنية. تقدم من وسط الميدان طويلة عبر الطرف الأيسر جهة تامر مقاس من جانب لاعب المنتخب صهيب درويش. التقدم والتحضير والانطلاقة وفرصة ثانية جول تيكي تاكا كلاسية مغربية في الشباك الأوزبكية في حدود الدقيقة 63. تحركت الآلة المغربية، تحركت المنظومة الهجومية عبر نقلات قصيرة، عبر تمريرات قصيرة. تيكي تاكا تدرس وختام مسك من جانب اسماعيل السيباري. يظهر من جديد اسماعيل السيباري من دار المدرب عصام الشرعي. سيكون راضي كل الرضا عن هذا الأداء الهجومي المقدم في الجولة الثانية. الجولة الأولى افتقدنا للمسة الهجومية، لكن الشوط الثاني دارت تيكي تاكا ساكن الوحدي، وحدي التحضير والانطلاق من الجهة اليسرى عبر ساكن لبيب في اتجاه اسماعيل السيباري نجم هذه المباراة بامتياز. سجل هدفين للمنتخب الوطني المغربي في حدود تقريبا الدقيقة 57 والثاني في حدود الدقيقة 63. عبد الله حيمود، عادل تحيف، فتح مان يتم قطع الكرة بسرعة. تعود المنتخب الوطني المغربي وسط الميدان عبر السريع اسماعيل السيباري. سيباري في الجهة اليسرى مراوغة جميلة، اللمسة تظهر من الخطير، من الماكر، من الفنان، من المبدع. هنا الفرصة عبر نسيم الشادي خطيرة. أوه جول 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 عبد الله حيمود البديل بهدف ثالث في مرمى المنتخب الأوزبكي بعد اجتهادات مغربية جربت عناصر الوطنية اللقطة الأولى، دعت الثانية، ارتدت هنا بعد تدخل الدفاع ثم سدد عبد الله حيمود. ترتطم بمدافع المنتخب الأوزبكي لتستقر في شباك النخبة الأوزبكية. عمل كبير كان من جانب لاعب المنتخب الوطني المغربي. البديل في الجولة الثانية قدم ورقة اعتماد يهدف فيها بقيادة رجل تيمور كاباتي. هنا محاولة فرصة ارتداد البحث من اجل الابعاد من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. محاولة تقدم الى الطرف الايمن، مقطوعة الكرة، التحول السريع ظهر في الشوط الثاني في اكثر من مناسب. الفرصة التقدم، الخطورة، السرعة، شوف اللمسة، شوف المارس مع السيباري. جول لكن مرفوض. هدف كان سيكون هدف مجنون بلمسة اسماعيل السيباري. ماد الموهبة الفتاكة فعل ما شاب المنتخب الأوزبكي.